بسم الله الرحمن الرحيم. غرفة عمر صهر علي الكرار للرد على الشيعة على البالتوك تقدم لا تقول لي قول الشيخ عثمان الخميس صار بضحك الناس عليك. يا خادم وين موجود في كتبنا؟ ها يا خادم وين موجود في كتبنا؟ يلا تفضل. طيب السؤال الأول تجيب عليه وبعدها إن شاء الله نتبين إن شاء الله من كترح ما عندك. السؤال الأول: هل عبد الله بن سبأ آمن وأسلم في عهد رسول الله صلوات الله عليه؟ جاوب على هذا السؤال بعدين اطرح إشكاله. تفضل. موضوعا هو ادعى أن في كتبنا أن عبد الله بن سبأ صحابي. نشوف الآن هل هو صادقا فيما ادعاه ولا لا. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ريالتي. انت تعرف ان ما احب التنقيط، فاتمنى ايضا انك انت اذا ارغدت المايك خذ المايك، ما عندي اشكالية، بس لا تنقط، لان اذا تنقط كانك تقول لي اخرج من الغرفة. طبعا الكتاب خليه ابين لك ترجمة السبائية. يقول في الكتاب في ترجمة السبائية، يقول السبائية فرقة غالية. اسمع ماذا يقول: نسبتها الى عبد الله بن سبأ وهو يهودي اليمن، تظاهر بالإسلام كذبا، وهو واضع أسس الرفض كالرجعة والوصية والولاية والبراءة من أصحاب الرسول، في كتاب معرفة الرجال لعبد الله بن أحمد بن حنبل. أجبتك الآن؟ أنت سمعت ماذا قلت؟ أنا قرأت لك كلامه. تظاهر بالإسلام وهو من الصحابة. ارجع لكتاب معرفة الرجال، إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، تجد الإجابة أنه من الصحابة. يقول خليني أرجع للكتاب، خليني أعطيك الكتاب يكون أفضل. تفضل لك المايك، أنا الآن أستخرج الكتاب. حياك الله. طبعا هذا الكتاب الأعزاء من مكتبة في الرياض. الكتاب معرفة الرجال لأحمد بن حنبل. لما يجي المحقق لين يذكر هذا رقم تحت رقم 2 صفحة 145، يقول: السبائية فرقة غالية نسبتها إلى عبد الله بن سبأ وهو يهودي اليمن، تظاهر بالإسلام كذبا، وهو واضع أسس الرفض كالرجعة والوصية والبراءة والولاية والبراءة. يقول: من أصحاب رسول الله، وهو الذي قال لعلي رضي الله عنه، يقول إن أنت يعني ماذا يقول؟ بس أنا يكفيني في هذه الصفحة، يقول من أصحاب رسول الله وهو الذي قال لعلي. خلاص؟ تريد أقرأ لك من بداية الصفحة، بداية الكتاب؟ خليني أقرأ لك من بداية الكتاب عشان الكتاب من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في علم الحديث ومعرفة الرجال، مما رواه عنه أحمد بن محمد مغني وعبد الملك بن عبد المحيد الميموني، حقق وعلق عليه السيد صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف الرياض. خلاص انتهى الموضوع. يعني طلع صحابي وويلته من صحابة الرسول، وهو مؤسس فرقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم. أنا الآن حملت الكتاب صفحة 145، لكن تدرون ما الذي دلس فيه يا خادم؟ أبين لكم التدليس بارك الله فيكم. اسمعوا الكلام. يقول: السبائية فرقة غالية نسبتها إلى عبد الله بن سبأ وهو من يهود اليمن، تظاهر بالإسلام كذبا، وهو واضع أسس الرفض كالرجعة والوصية والولاية والبراءة من أصحاب رسول الله. مو ابن سبأ من أصحاب رسول الله، بل من عقائده والبراءة من أصحاب رسول الله، وهو الذي قال لعلي رضي الله عنه: أنت يعني الإله. ليش تكذب يا طايح الحظ؟ طلع ابن سبأ من أصحاب رسول الله. أعيد لكم الكلام بارك الله فيكم، ترى هذا الكلام صار له فترة وهو جالس يقرأ فيه في غرف أهل السنة وفرحان.
نعم، حذف كلمة البراءة حتى يوهم أن المحقق يقول أن ابن سبأ من أصحاب رسول الله. اسمعوا: السبئية فرقة غالية نسبتها إلى عبد الله بن سبأ، وهو من يهود اليمن، تظاهر بالإسلام كذبا، وهو واضع أسس الرفض كالرجعة والوصية والولاية والبراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال لعلي رضي الله عنه: أنت يعني أنت الإله. حياك الله يا أبو محمد. أنا أقرأ مرة ثانية: السبائية فرقة غالية نسبتها إلى عبد الله بن سبأ، وهو يهودي اليمن، تظاهر بالإسلام كذبا، وهو واضع أسس الرفض كالرجعة والوصية والولاية والبراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لعلي رضي الله عنه: أنت يعني أنت الإله. وين من أصحاب رسول الله يا واطي؟ لا سرسري فيك شوي يا خادم، ما تستحي، ما تخجل، تنصر دينك بالكذب. تنصر دينك بالكذب. خذ المايك الآن، يلا الآن دافع عن نفسك، الآن اعتذر، الآن خذ المايك واعتذر، قل أنا دلست عليكم وكذبت عليكم وأنا اعتذر. يلا تفضل المايك. السرسري والمخنث. لا تجيب سيرة السستاني، لا تجيب سيرة السستاني، مراجعك. طيب حط رجله هرب.